ودلوقتي جه ميعادكم مع برنامج انشكح مع ندى وندى على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. مساء الخير على أجمد مستمعين راديو MTI، وخاصة برنامج انشكح مع ندى وندى كل خميس وجمعة من الساعة 2 للساعة 3. حلقتنا النهاردة مختلفة شوية، فيها حاجة غير معتادة. أحب أقول لكم بصراحة الجملة مش هخلي ندى تقولها، عشان ندى لما بتقولها الناس بتجاوب بسرعة، وهي طب دي حاجة تضايقك؟ أيوة. وهي لوك معنت كتا يحب. إيه يعني تعايشوا مع الجملة يا جماعة. أنا عارفة إنها غريبة شويتين، بس هقولها تاني. لوك معنت كتا يحب. تمام. والله على قافية وحاجة لطيفة. مساء الخير عليك يا دودو. مساء الفل عليك يا دودو، ومساء الفل على محمد عادل اللي قاعد معانا النهارده على الميكسر، ومساء الفل على كل اللي بيسمعونا. يعني مسا فعلا. مسا النهارده الجمعة بقى وكده. بس يا جماعة احنا بنعتذر عن الصوت اللي انتوا سامعينه برضه، عشان برضه احنا صوتنا النهارده تعبان جدا، عشان انتوا عارفين يعني في شوية تهييس، بس الأمور تمام يعني. تمام. وعايزين نقول لكم على حاجة تانية كمان. احنا ابتداء من يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله هنطلع من الساعة 3 للساعة 4، مش من 2 ل3، عشان بس ايه احنا ظروف خاصة بينا. جامعة وكده يعني، فأجلنا الميعاد شوية للساعة 3. هنبقى من 3 ل4 عشان بس الناس اللي بتسمعنا تبقى متابعانا على طول ان شاء الله. وبرضه هننزل حاجة على الفيسبوك بتاعنا، نقول ان برنامج انشكح بقى من الساعة 3 للساعة 4، عشان الناس اللي ما لحقوش يسمعونا دلوقتي. احنا كل شوية هنفكركم ان احنا هنبقى من 2 ل3 يا جماعة. 2 ل3 2 ل3. طيب من 2 ل3 ايه؟ من 3 ل4. ايوه. صباح الخير. انا يا جماعة والله بجد انا من 2 ل3 ده احساس فظيع، ان انا من اول البروجرام من 2 ل3، فان انا غيره من 3 ل4 دي حاجه غريبه بالنسبه لي. معلش خارجه على ارادتنا. تمام. طيب احنا معانا سؤال طبعا زي ما احنا معودينكم. احنا بقالنا كتير جدا ما طلعناش في وحشتونا يا جماعه. ان احنا يعني بقالنا كتير جدا. بس احنا معانا سؤال لحلقتنا النهارده. انت من الاشخاص اللي لما بتجيلك فرصه لاي حاجه جديده انت بتوافق عليها على طول ولا بتقول لا؟ وايه سبب اختيارك للاجابه سواء كانت او لا؟ طبعا احنا الناس برضو مش الموضوع كلير بالنسبه لهم بالظبط، بس هيفهموا الموضوع بعد الفاصل. هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. رقم البرنامج بتاعنا 011 1760 1760، وشاركونا واسمعونا على الفيسبوك والساوند كلاود واليوتيوب راديو MTI.
كلاسيكو. أروح لمين وأقول يا مين حبيبي حبيبي لي كلاسيكو. يا عصفورة بعيد. كلاسيكو الأغاني كل يوم حد وثلاث وخميس الساعة 7 مع ميار أيمن ورشدي السيد على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. انتوا دلوقتي بتسمعوا ندى وندى في برنامج انشكح على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في برنامج انشكح. ندى وندى انشكح. طيب احنا سؤال حلقتنا عايزه افكركم بيه. هو فين راح؟ فين راح في دماغك؟ انت من الاشخاص اللي لما بتجيلهم فرصه لاي حاجه جديده انت بتوافق عليها ولا بتقول لا على طول؟ وايه سبب اختيارك للاجابه؟ طب تمام. ندى، نعم. انت زي من الناس دي ولا لا؟ والله قبل ما نبتدي الموضوع عشان نبقى حياديين، والناس كتيره بتقعد تقول لنا انتوا بتتكلموا في الموضوع ومش بتجاوبوا انتوا على اسئله وكده. انت من تمام. الناس دي؟ بصي انا الحاجه جديده بدرسها الاول من جميع الاتجاهات. مم. هتديني حاجه ايجابيه، هتخليني سعيده، هتخليني طب لو مفيش بالظبط؟ فرصه ان انت تفكري لا لو بصي مفيش باخد- ضاعت منك الفرصه. اصل باخد التجربه. لما تاخدي التجربه مش هتخسري حاجه ولا هيحصل حاجه. تمام. خدي التجربه. حلوه وحشه، لو وحشه هتتعلمي منها، حلوه مش هتتعلمي. لو حلوه هتكملي فيها وهتفتح لك حاجات تانية يعني. بس ايه وانت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. طيب وانت ايه هتخوضي برضه التجربه بصي، زي كده ولا؟ في حاجات وحاجات بصراحة. يعني في حاجات بخاف جدا أجربها ولا تطلع وحشة، وفي حاجات يعني مثلا ممكن تبقى حاجة بسيطة جدا، أكلة جديدة يا بنتي جربيها دي تحفة، لا مستحيل. عارفة انت اللي هو يعني أخاف جدا ان انا اجربها تطلع وحشة، او ان انا اجربها اندم ان انا عملت ده، فاهمة؟ وفي حاجات ممكن حد يقولي تيجي نسافر، يلا بينا دلوقتي. بصي يعني انت فاهمة؟ انا كنت قبل ما اخش كليه اعلام دي كنت بخاف زيك كده. ايوه كنت بقول لا ومش لا وما اخشش في حاجه مش عارفاها وحاجه جديده ومش حاجه جديده. بس كليه اعلام علمتني غيرت الجراءه. كتير. الجراءه جراءة انك تخشي انك تخشي في اي حاجه. مم. خشي في اي حاجه وجربي. حلوه وحشه خلاص اخرجي منها. بس انت دخلتي في حاجه وتعلمتي على الاقل منها ان ايه من اخطائك او من الخطا اللي انت دخلتي فيه. معلش انا بس. هحاول اتكلم بطريقه سلبيه شويه عشان في ناس كتيره زيي. ليه يا ماما بس احنا أنا- بنشكح يا حبيبتي؟ لا ليه يا ماما عادي، ما هو لازم يبقى في راي وراي معارض، ما حياتنا ما ينفعش تمشي غير كده. ماشي. انت بتقولي يبقى عندك جراءه، اوكي. انا ممكن يبقى عندي جراءه ان انا اعمل حاجه والحاجه دي تطلع اساسا يعني يعني ما ينفعش اساسا ان انا اعملها، او انها عدت عليا بشيء فظيع وحش جدا او ضار جدا ما نفعتنيش بحاجه، يعني بل بالعكس ضرتني. انت فاهمه انا قصدي ايه؟ فانا اي حد طبيعي هيجي يفكر ما انا قبل ما اخش في حاجه لا انا اخاف يبقى في مشاكل هتعملها او حاجه. الناس بتفكر كده، يعني انا بقولك انا ممكن افكر شويه كده يعني. مش طالعه تقول الناس نشكحوا او قولوا زي موضوعنا. لا انا طالعه تقول بقول ما جربوش حاجه. لا انا بقول الحاجات كتيره جدا. الحاجه اللي هتخليني مبسوطه وسعيده اكيد لازم هقولها لانها حاجه بتختبري حاجه جديده في حياتك. اوكي. طب انا جت لنا كومنت من على الفيسبوك، فانا هقراها قبل ما الناس طبعا مستغربانا ايه اللي بيقولوه ده، فهنفهمهم الموضوع بعد الكومنت. من مصطفى بيقول مسا عليكم يا دودو يا نودا. زي ما بتقولوا انا لو جات لي اي فرصة فيها حاجة جديدة بعملها على طول علشان التغيير واكون جربت اي حاجة بتقابلني. دي حاجة لطيفة جدا. شفتي هي دي الناس الإيجابية اللي فيهم حبة انشكاح يا حبيبتي. مش
ايه ده قاعده جنبي نيجاتيف وطلعوا في انشكح. لا انا ميبي يعني ممكن مش بسمستك والله، بس يعني بحب ادرس الحاجه بالسنتي زي ما بيقولوا، فاهمه؟ في ناس كتيره على فكره، زي في ناس ما بتحبش تخش الحاجه كده، لا 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 استنى اعرف الاول. بس المشكله ان في فرص فعلا بتضيع وبتبقى جميله جدا وبنندم عليها بعد كده، وده موضوع حلقتنا اساسا النهارده اللي ندى هتقوله لنا. بالظبط. انا بس قبل ما اقوله انا عايزه افكرهم بالجمله. طيب لوك معنت ايه كتايحب. كتايحب. ايوه شفتوا كتايحب دي؟ مش عارفه مين اللي يحب يعني بس هو اي حد يحبه خلاص. كان طيب موضوع حلقتنا النهارده اسمه قولوا، بصوا نعم، قولوا ايوه، قولوا بس لا هو مش ظهري بيوجعني مش قولوا ايوه يعني. ايوه بتاعت احمد حلمي. لكل حاجه. تمام. طيب احنا هنبدا كده الموضوع بنقول ان ايوه دي او نعم دي بتفتح قدامنا فرص كتيره عشان نعرف حاجات اكتر ممكن ما كناش نعرفها. تمام. حاجات جديده ما كناش نحلم باختيارها او ان احنا نخش فيها كتجربه. تمام. لكن اللي احنا فيها بالظبط. بالظبط. بس احنا خلاص تعودنا فاحنا عايزين حاجه جديده. ما احنا الفكره عندنا تجربه جديده جدا، اي نعم احنا ما اخترناهاش، هي اتفرضت علينا شويه بس احنا اخترنا بايدينا، ولما جات لنا الفرصه ان احنا نعمل حاجه completely different او مختلفه جدا في مشروع. تمام يا جماعه. فيلم حاجة لطيفة جدا، طبعا مش هتكلم عليه لان ده حاجة خاصة جدا بس احنا في تجربة جديدة، فرصة جات لنا اغتنمناها. شعور رائع، شعور لا يوصف بصراحة بكلام يعني. فنكمل. تمام. في بعض الدراسات أكدت إن عدم رفض الفرص أو إننا نقول نعم في أوقات كتيرة بيخلينا محظوظين جدا ومحظوظين أكتر. إننا لما نقول نعم بيدينا فرصة إننا نشغل وقتنا بحاجات جديدة ومختلفة. أيوة. إيه الكلام الكبير اللي أنا بقوله ده؟ ماشي حلو، أنا معاكي في الكلام ده، إن هو فعلا إن أنا ممكن أنا حياتي فاضية، في فرصة جات لي، طب انا هشغل نفسي بيها. اوكي دي حاجة لطيفة، حاجة هتديني دفعة ايجابية وتفكيري يبقى مختلف في الدراسات اللي العجيبة اللي احنا على فكرة هي لو وحشة، لو فكرة وحشة مثلا او حاجة وحشة انت ممكن تطوريها، يعني دي حاجة ممكن تتطور. مش ان هي وحشه فخلاص اسيبها، لا اسعى لتطويرها. لو ما ينفعش بقى خلاص اسيبها ماشي، لكن مش ما اخشش في حاجه واقول اصلها وحشه، اصلها هتضرني فابعد عنها. لا اطورها، احاول اطورها، احاول اشوف لها حاجه جديده. لو الكلام ده ما ينفعش خلاص ابعد عنها، لكن مش اهم حاجه انها في النهايه هتأدي لسعادتي وانبساطي وانشكاحي. بالظبط كده. انشكاح. اثبتت الابحاث برضو ان اكتر الاشخاص اللي بيحققوا السعاده بيكونوا مشغولين دايما بس من غير ضغوط عليهم. تمام. يعني اللي هو ما يبقاش انا خدت الفرصه دي وهشتغل هنا وهعمل الاكتيفيتيز دي وهروح هنا وهاجي هنا والاقي نفسي في لود عليا جدا. يحقق له سعاده، مش يحقق له لود ويحقق له كآبه وتعاسه. اصل كآبه وتعاسه جايين ورا بعض. ايوه يعني انت كشخص مثلا جات لك فرص كتيره كويسه جدا، حاجه هتعملها تبقى مبسوط، بس في نفس الوقت اعمل ده واعمل ده واعمل ده، بس ما تخليش في ضغط عالي جدا عليك، ما تخليش الحاجه تتراكم فوقيك، لان انت هتحس بالاكتئاب الفظيع ان انت مش عارف تنجز ده ولا تنجز ده ولا تنجز ده. بس صح كده؟ بس برضو السبب برضو ان الفراغ بيسبب لنا احباط وبيخلي تفكيرنا دايما سلبي بالظبط كده. هي تقريبا هي طالعه النهارده يا جماعه تقول لكم يعني ما تقولوش ايوه وقولوا لا. لا والله انا فكره انا عاجبني جدا فكره الراي والراي المعارض، فانا قررت ان انا اكون معارضه النهارده معاكي. تمام. عشان تقنعي الناس اكتر ونقنعهم اكتر بالفكره بتاعتنا. والله الناس مقتنعين خير، عشان هم اصلا يعني بيسمعوا نشكح فلازم يقتنعوا. ماشي. انا معاكي ان فعلا الفراغ ده حاجه من المسببات اللي بتخلي البني ادم تعيس ومش مبسوط، فدايما محتاجين ان احنا نشغل وقتنا بحاجات تكون لطيفة، حاجات يعني تخلينا مبسوطين، حتى لو حاجة بسيطة جدا، خروجة، قاعدة مع اصحاب، اي حاجة.
طيب انا قبل ما يعني مش هكمل الموضوع، هنطلع فاصل بسرعه عشان المفروض ناخد فاصل دلوقتي. فاصل صغير نرجع لكم تاني. بفكركم تاني بسؤال الحلقه، وهو انت لو جاتلك اي فرصه هتقول ولا لا، وايه سبب اجابتك. تمام، كلمونا على 011 1760 1760 وشاركونا واسمعونا على الفيسبوك والساوند كلاود واليوتيوب راديو MTI. وهتتعذب اتقل اوعى تفكر اني ملاك، لا يا حبيبي انا هقسى عليك، بكره تشوف الويل بعينيك، مش هتعاتب ولا هتكلم وقت عتابك عدى عليك. طيب صبرك حبة، معرفت خلاص ايه فيها، أستاذ في القسوة لكن على مين ده، أنا يا ابني معلم فيها، كده أنا فاهمك، فبلاش تطلع أوي فيها مش هزعل هرضى، هقبل وبأكتر من كده فيا، وافتكر إن أنت تعبت ودخت لحد ما توصل ليا، بقى بعد ما تتمسكن تتمكن، ما أنا برضه الحق عليا. ده انا ياما نصحتك تبعد عني، لكن انت اخترت جزائي، ماشي براحتك لو عايز، هو انا كده طبعي ودائي، انا ساعة الشر ما يشطر، انا عمري ما هبقى عليك باقي، لو كان عقلك صور لك انك ممكن تلعب يوم بيا، عقلك خدعك يا حبيبي وهتشوف عكس الحنية، ده انا ايامي ما يعلم بيها ومفيش اصعب من الليالي، عايش قادر ولا همك، حركاتك عمال تداريها، بتبيع في قلوب الناس، بتعذب نفسك وانت راضيها، وانا جاي اعلم قلبك وهسيبك تندم بعديها، عايش قادر ولا همك، حركاتك عمال تداريها، بتعذب نفسك وانت راضيها. طيب صبرك حبة، معرفت خلاص ايه فيها، أستاذ في القسوة لكن على مين ده، أنا يا ابني معلم فيها، كده أنا فاهمك، فبلاش تطلع أوي فيها مش هزعل هرضى، هقبل وبأكتر من كده فيا، وافتكر إن أنت تعبت ودخت لحد ما توصل ليا، بقى بعد ما تتمسكن تتمكن، ما أنا برضه الحق عليا. راديو MTI. انتوا دلوقتي بتسمعوا ندى وندى في برنامج انشكح على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم في انشكح مع ندى وندى. وسوري لو كان صوتي غريب شوية. بفكركم تاني بسؤال الحلقة، انت من الاشخاص اللي لما بتجيلهم فرصة جديدة لأي حاجة بتوافق عليها على طول ولا لأ؟ ولو يعني لو او لأ قول لنا ايه السبب وكده. الجملة بتاعتنا لوق معا معنت كتايحب. اعتقد جملة لذيذة سهلة وقصيرة، مش هقول حاجة اكتر من ما كده. هو جملة لذيذة وسهلة وقصيرة، بس انتي بتقوليها الطريقة للناس، يعني مش فاهمة. هقولها بالراحة، لوق معا معنت كتايحب. هي دي. كده بالراحة. طيب ماشي يا جماعة، بصوا اي حد مضايق مننا
يقولني على الفيسبوك عشان كده ما ينفعش والله. انا لو بسمعك بالطريقه دي حاول مش مجاوبه. لا انا بفكركم تاني بميعاد حلقتنا الجديد. هيبقى كل خميس وجمعة تمام، بس بدل من 2 ل 3 هيبقى من 3 ل 4. الحلقة اللي جاية ان شاء الله من 3 ل 4. تابعونا، وبنتمنى ان انتوا تشاركونا دايما على الفيسبوك والساوند كلاود، تسمعونا وكده راديو MTI. وبفكركم تاني برقم التليفون بتاع البرنامج، مش عايزة يعني عشان ندى ربنا يخليها لي تخلينا اتلخبط في الجزئيه دي. 011 1760 1760. نكمل الموضوع. احنا كنا اخر حاجه بنقولها ان الفراغ بيسبب لنا احساس بالاحباط وان احنا نبقى متضايقين. ده انت قلتيه صح؟ تمام. يعني احنا لازم عشان كده يعني لازم نقول نعم للأنشطة اللي بتخلينا في حركة جسدية وذهنية دايما، او شبه دايما، مش هقول دايما، لان احنا قلنا ان احنا مش لازم الواحد يبقى عليه لود جامد قوي عشان ما يفصلش وما يبقاش مبسوط. يعني اشتغلوا بشغف، اهتموا بحياتكم الاجتماعية، ووعتوا برضو بعد الوقت لحياتكم الروحية. يعني حياتكم الروحية اللي هي دينكم، يعني ايا كان ايه من الاديان السماوية، بس من غير ما نبالغ في اي حاجة من الحاجات دي. وده يعني كافي جدا انه يخليكم من اسعد الناس. يعني ان انت لما تشتغل بشغف جدا تبقى شغوف بعملك، يعني كلمة شغف دي يا جماعة من يعني اعلى درجات الحب. وانك تهتم بحياتك الاجتماعية مع اهلك، مع اصحابك، اسرتك، ان انت تخصص وقت لاهتماماتك ولدينك وكل حاجة دي. انت لو حددت وقتك وظبطته ونسقته صح جدا، اعتقد ان ده هيكون من الحاجات الكافية جدا ان انت تكون من اسعد الناس. في سؤال برضو انا حاسة ان في حاجة مهمة اصلا تكفيهم ان هم يكونوا سعداء جدا. وما هي هي انهم بيسمعوا برنامج انشكح مع ندى وندى. طب ايه انت بتقولي عليه وانت نايمه؟ ايوه حاجه تخليكم مبسوطين وانتوا بتسمعونا اكيد. يعني انشكح مع ندى وندى. ندى النهارده يا جماعه شويه هايبر، فيعني هنحاول نستحملها النهارده في حلقتنا. انا لسه يا بنتي كنت بقولك دلوقتي ان حاسه ان الناس عايزه تسالنا سؤال. هو انا يعني لو قلت نعم لكل حاجه مش ممكن انه يفتح لي مجال، نفس السؤال اللي انا حاسه الناس عايزه تساله عشان كنت بتكلم في النقطه دي، مش ممكن انه يفتح مجال قدام حاجات بشعة او سيئة جدا ممكن تحصل لي برضو، زي ما ممكن اكون سعيد جدا. ممكن كلمة نعم دي تفتح قدامي مجال حاجات مش لذيذة. اكيد يا جماعة احنا مش بنقول لكم انكم تقولوا نعم للاعمال التخريبية والاجرامية والحاجات الغريبة اللي بنسمع عنها دي. احنا نشاكح عايزين حاجات لذيذة، حاجات لايك كده تخلينا مبسوطين، مش ان انت تقول نعم. اكيد الواحد عارف ايه الصح وايه الغلط، ايه الحاجات اللي هتخليه مبسوط وايه الحاجات اللي هتخليه كئيب. فاحنا بنتكلم لا يا جماعة ايه يعني قولوا الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. قولوا تاني. ايوه قول حاحة. لا ان احنا بنتكلم ان انتوا كلمة نعم دي بتديكم فرصة لتوسيع يعني تجربتكم في الحياة. ان انت حياتك هتعمل هتبقى عندك experience كتير جدا، ان انت بتختبر حاجات جديدة ما تعرفهاش. انا مسافرتش المكان ده قبل كده، طب تيجي نطلع، جات لك فرصة اطلع اشوفه، ده مش هيضرني اكيد. يعني ده اللي انا قصدي فيه. ندى مش حابة تضيفي اي حاجة؟ والله انا سايبالك سايبالك المايك عشان انتي معارضه النهارده لاي كلمه بقولها، فانا سايبالك الدنيا كلها. لا بصي انا هبقى دلوقتي ايجابيه وهقول للناس ان انتوا ممكن تعملوا حاجات فعلا وتندموا عليها، بس من رايي ان ده احسن لك. حاضر والله جايلك في الطريق ما تبصليش. بس ده احسن لك من انك تندم على حاجات انت معرفتش او ملحقتش تعملها او جاتلك فرص ورفضتها. على فكرة حلو كده. ثانية على فكرة ممكن تكون الحاجة اللي انت هتندم ان انت عملتها دي اللي قلت عليها، ممكن دي تكون حاجة انت كان نفسك تعملها ونفسك تحققها، ولما حققتها ندمت انك حققتها. بس يكفيك برضو ان انت دخلت، يكفيني شرف المحاولة. بالظبط، يكفيك شرف المحاولة فعلا زي ما هي قالت. يكفيك ان انت دخلت وجربتها وحاولت فيها، فشلت بقى او هي الحاجة اللي فشلت، بس مش مشكلة، بس انا جربت. تمام. والله انا هو ببقى بوزيتيف اهو معاكي يعني. تمام الحمد لله لله يا جماعة ابتدت تتظبط اهو الحمد لله. يلا كملي انتي الموضوع بقى. طيب فعلا كلمت كتير كده.
طيب بصوا يا جماعه، في بقى حاجه عكس خالص. احنا قلنا قول ماشي. ده الرأي الإيجابي بتاعنا. قول عشان تحقق سعادتك. في قول لا عشان ما تحقق، يعني عشان تحقق نجاحك. ازاي يعني؟ ازاي انا قلنا عشان احقق نجاحي؟ بالراحه عليا، هفهمك يعني. ايه هو سر نجاح اي شخص؟ أوكي. تفتكري يا دودو ايه هو سر نجاح اي شخص؟ ان انا يعني لو سر نجاحي مثلا في دراستي ان انا اكون مخلصه لها جدا، ان انا اذاكر واني يعني ابقى مهتمه بيها وكده، يعني الحاجات دي هبقى يعني مركزه قوي عليها، مش هخلي حاجه دماغي يعني تتشغل بحاجه تانية. تمام. انا بقى جاوب بقى بالطريقه العلميه بقى. العلميه ايوه. السر انه يقول لا لحاجات كتيره، وده بيديله وقت كفايه ايوه. لانجاز او انه يخلص حاجات كتيره. لان لو قلنا او نعم لكل حاجه، ده بيخلينا او هيخلينا مشغولين جدا من غير اي نتيجه فعليه. انتي قلتي كلمه دلوقتي، اتفضلي. لكل حاجه. ايوه لكل حاجه. يعني انا احنا بنقول فرصتين 3، مش كل حاجه هتجيلي. من اكيد يعني مثلا جاتلي فرصه شغل هنا وانا اساسا شغاله هنا وبتدرب هنا وعندي كورس هنا وبدرس هنا، يعني انا هعمل ايه؟ ولا هركز في ولا حاجه. انتي فاهمه قصدي ايه؟ الكلام ده حلو جدا. ثانيه واحده، انت دلوقتي في الجامعه تمام، وبتعملي graduation project، اوكي، وبتشتغلي هنا في الراديو، اوكي، وبتروحي البيت برضو في حاجات في البيت بتعمليها اكيد يعني. وبتنزلي تروحي مشاويرك. كله ده بتقولي لا الحاجه؟ لا طبعا. بتركزي بقى في حاجه معينه؟ في حاجات يعني بتبقى مفروضه او مجبره عليها. بالظبط. اوكي، مش فرصه جاتلك او حاجه، ومع ذلك ببقى مبسوطه وانا بعملها على فكره. لا بركز، بحاول اخلي تركيزي في كل، مش تركيزي حاجه معينه. بس لو زاد عن كده اكيد مش هركز. بالظبط. طيب بصوا، هو انا بقول ان اقول لا فعلا لتحقيق النجاح. لو كان النجاح ده هيقف قدام سعادتك، ايوه، فلا انا اقول لا فعلا. انا يعني سعادتي اهم، بس ابقى مبسوطه. ايه الفرق بين انك تنجحي؟ عشان تنجحي ماشي، انا هنجح اوكي ماشي، بس مش سعيده، ايه الفايده؟ لا والله على حسب النجاح، يعني على حسب الشيء اللي هيخليني. انت فاهمه انا قصدي ايه؟ يعني في حاجات مهمه جدا انت لازم تعمليها عشان تبقي ناجحه، وفي حاجات لا انا ابدي سعادتي بيها يعني انت فاهمه انا قصدي ايه؟ يعني في حاجات لا سعادتي فيها الاولويه وكده يعني. بس طيب بصي، احنا هنكمل ونشوف السعادة. أيوة. والكلام ده كله، بس هنطلع كده فاصل صغير كده. اوكي تمام، ونرجع تاني. بس عايزين نفكرهم برقم تليفون برنامج 011 1760 1760، وشاركونا واسمعونا على الفيسبوك واليوتيوب والساوند كلاود على راديو MTI. جميلة راكبة عجلة بدال، شعرها بيطير قدامها بيداري علينا جمالها، والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. الفرصة أصلها بتسد ودنها، لو راحت ما بترجعش، دي شقية وليها دلالها. لو ننده ما بتسمعش، أصلها بتسد ودنها، لو راحت ما بترجعش، دي شقية وليها دلالها. الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة بدال، شعرها بيطير قدامها بيداري علينا جمالها، والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. الفرصة
حلمك لو يوم يلمسها تديك أكتر ما بتحلم. الفرصة بتعرف ناسها واللي بتفوت بيندم. الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة بدال، شعرها بيطير قدامها بيدار علينا جمالها. والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. الفرصة لو واقف وسط كتير ممكن تختارك انت. مهما طول المشاوير في اخرها هتوصل انت. لو واقف وسط كتير ممكن تختارك انت. مهما طول المشاوير في اخرها هتوصل انت. والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة بدال، شعرها بيطير قدامها بيدار علينا جمالها. والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. الفرصة بنت جميلة. راديو MTI. طب مين اللي جيتي على نفسك عشانه وهو باع؟ طب لو سألتك أضعف لحظة في حياتك هزت ثقتك، أقول لها إيه السر اللي في حياتك محدش يعرفه وعايزك تقوله لي؟ اتغير مفهومك عن الارتباط بعد ارتباطك؟ شايفة إن في حد بدأ بعد منك وسبقك؟ لا انا مش جريئه، مش هخبط في الزملاء. لا يا رشدي. لا يا رشدي قريبا على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. فاكرة أول مدرس حبيتيه؟ طلع متجوز. ده كان أول حب في حياتك وأول صدمة كمان. فاكرة بقى بتتبسطي قد إيه وتضحكي على نفسك لما تفتكري إنك كنت بتحبيه؟ ده كان بكرش. سيلفي قريبا على راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. انتوا دلوقتي بتسمعوا ندى وندى في برنامج انشكح على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. ورجعنا لكم تاني بعد الفرصة. بنت جميلة راكبة عجلة بدال. احنا حلقتنا النهاردة عن الفرصة وشغلنا لكم الفرصة. بصراحة كلمة الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة بدال فكرتني بالفيلم بتاع اللي هو كان بيمثل عامل زي أسامة منير وحاطط ايوه عامل اسمه ايه؟ تيرنتا. بالظبط كده. وهو قاعد حاطط وردة تقريبا في كوباية ولا ما اعرفش ايه، والفرصة بنت جميلة راكبة عجلة بدال. يعني طيب. يعني ماشي على ستايل حد معين. طيب فكرتني الأغنية دي. قبل ما نكملي احنا معانا كومنت من محمد نبيل صديق البرنامج. اكيد. يا مساء الياسمين واللافندر عليك. مساء الفل عليك يا محمد. ياسمين. مساء الفل عليك يا محمد. انا من الناس اللي بحب اجرب كل حاجة جديدة. تمام. واكيد لو جات لي فرصة اني اجرب حاجة جديدة هجربها لان الحياة تجارب. شايفة الكلام؟ ايوه صح، الحياة تجارب. واخيرا احب اسمع اغنيه دقوا الشماسي لعبد الحليم بتهرج. بمناسبه رجوع الصيف والحر. بص يا محمد ما تفرحش قوي لان بكره هتلاقي موجه. انا جات لي مسج النهارده كانت يعني جاي مكتوب فيها ان انخفاض ملحوظ في درجات الحراره في الايام المقبله. فلا مش هنشغل دقوا الشماسي غير لما يجي الصيف ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي يا محمد على الكومنت. ميرسي يا مصطفى على الكومنت. بتمنى الناس كانت تشاركنا اكتر من كده. بس النهارده الجمعه
وانا عذرة الناس لانها بتصحى متاخر. لا وغير كده عشان احنا بقالنا كتير قوي اتاخرنا عليهم وكده، بصراحه فالناس بصراحه زعلانين مننا، فلو زعلانين مننا معلش يا جماعه والله مش بايدينا. انا بفكركم تاني ان حلقتنا اللي جايه ان شاء الله هتبقى من 3 ل4 مش من 2 ل3. وبفكركم تاني بسؤال حلقتنا، انت من الاشخاص اللي لما بتجيلهم فرصه لاي حاجه جديده انت بتوافق عليها على طول ولا لا، وايه سبب اختيارك للاجابه؟ او لا. بالظبط كده. لوك مع نت كتايحب طبعا محدش عارفها ولا حد هيعرفها، وانا بدأت اكتئب من المسابقة دي عشان الناس ما بقتش عارفاها خالص. وفي اخر الحلقة لو محدش جاوب انا هقول لكم الحل يا جماعه. وهنوقف كمان احتمال كبير جدا بس هنغيرها. على فكره انا حابه اقول لكم ان احنا قريب جدا هنعمل حاجه اسمها في سيزون جديد. نقول لهم بقى ان في سيزون جديد للبروجرام نشكح، هنغير فيه هنشقلبه بمعنى اصح. فيها حاجه اسمها قاموس السعاده، وانا حابه اشرح لكم شويه عنه عشان لما نيجي نتكلم عنه المره اللي جايه لانها انا من رايي لا خليها مفاجاه للناس عشان يتابعونا ويسمعونا لحد السيزون اللي جاي ان شاء الله. فكره. خلاص انا كنت هقول لكم بصراحه وهغششكم، بس ندى اللي قالت لي لا انا ما اقدرش يعني اقول لها حاجه يا جماعه عشان هي انا بحب الناس تبقى عندها كده عارفه السسبنس. لسه اقول انا عايزه السسبنس في الموضوع. اوكي انا كفايه ان انا قلت لكم الاسم بتاع الفقره واسمه قاموس السعاده. تخيلوا بقى ما هو قاموس السعاده ولحد ما ننزل لكم بيه ان شاء الله. استني ثانيه واحده، انا جات لي فكره جامده جدا دلوقتي على الهوا هقولها للناس. طب اوكي. اللي يعني يفكروا في قاموس السعاده ده ايه، واللي يفكر يقول لنا ايه هو على الفيسبوك، يبعت لنا يقول لنا ايه هو على الفيسبوك. ايه الفكره مثلا هتمشي ازاي، او القاموس السعاده ده يبقى عباره عن ده ايه بالنسبه له، يعني هو بيفكر فيه اللي بيفكر فيه ده عن ايه. مش تمام خلاص. فكره برضو لذيذه. ايه اللي جه في دماغه لما بقول قاموس السعاده؟ لما قلنا قاموس السعاده مثلك ايه؟ او طب ايه رايك نقول لهم ايه اكتر حاجات ممكن تحطها في قاموس السعاده الخاص بيك؟ ايه رايك؟ بالظبط، بس يقول لنا بس ايه هو يعني جه في دماغه ايه. اوكي خلاص. انا في حاجه برضو جات لي كده فجاه بس هقولها بعد ما ناخد التليفون. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. مين معاكي مجدي من رمضان. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي. كل سنه وانتم طيبين. اولا وحضرتك طيب. حضرتك انا مش قادر افهم السؤال ايه النهارده؟ السؤال بيقول حضرتك من الاشخاص اللي لما بتجيلهم فرصه في اي حاجه، فرصه في شغل جديد، فرصه في سفريه جديده، حاجه غير مألوفه، حاجه جديده، انت بتوافق عليها على طول من غير لما يعني حتى انك تدرسها ولا لا؟ وعلى اساس انت قلت او لا، ايه السبب؟ طيب بصي، مبدئيا انا اوافق دايما في اي حاجه فيها خير لاي حد. تمام. دي نمره واحد. نمره 2 لازم برضو الواحد يفكر في بعض المواقف، مش في كل المواقف. في حاجات كده تبقى خير تعمليها بدون ما تفكري، وفي حاجات تانية لازم الواحد يفكر فيها. ففي كل الاحوال هي الفرصه دايما في الخير اكيد. في اي حاجه تانية انا اعتقد لازم نفكر فيها مره واثنين وثلاثه. تمام. اذا كان الكلام النهارده على فرصه طبعا. وفرصه برضه ان انا بكلمكم وبقول لكم يعني بجد برافو عليكم، برافو عليكم فعلا. ربنا يخليك. واسلوبكم كويس جدا وجميل جدا وسهل جدا. عارفه السهل الممتنع. تمام بجد. ونفسي اشوفكم في التلفزيون ان شاء الله قريب ان شاء الله. داخلين برضو داخلين ستاب جديده كده. يا رب يعني نشوفكم في التلفزيون، حتى تعملوا عند ناس كده نوع من يعني نوع من التفاؤل، نوع من البسمه كده. لاني انا بلاحظ حاجه، هي فرصه برضه ان انا اقول اللي عندي يعني. انت حضرتك تلاحظي الناس دلوقتي بقى عندها المعظم الاغلبيه عندهم نوع من فين الوش المصري اللي كان بيضحك؟ فين التعليقه؟ فين القفشه؟ فين حاجات كتير قوي ما بقتش موجوده النهارده. ده يعني حتى في التلفزيون، انا بتفرج على التلفزيون احيانا الاقي حوادث، الاقي لا احنا بنحاول نبعد خالص عن الستايل ده خالص. احنا بنحاول نجيب اي حاجه تخلي الواحد ينبسط ويبقى حاجه تحفزه مع السعاده. وعشان كده البرنامج جميل اسمه نشكح، يعني نشكح انبسط يعني خليك سعيد الى اخره. فيعني
ربنا يوفقكم على اي حال والله، انا يا رب. بتمنى لكم كل توفيق. ميرسي جدا. واعتبروني صديق دائم للبرنامج ان شاء الله. انت بتقول حضرتك من الساعه 3 للساعه 4 ان شاء أيوة. الله من الاسبوع الجاي ان شاء الله. ابتداء إن شاء من يوم الله. الخميس اللي الخميس جاي الجاي. من 3 ل باذن 4. الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حضرتك باذن الله، وربنا يوفقكم مره ثانيه باذن الله. ميرسي، ربنا يوفقكم. يخليك. شكرا جزيلا، نعم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. حابة كفاية بقى فرص. كفايه فرص. كفاية فرص. في حاجة يا جماعة احنا قررنا نعملها النهاردة، وهي يمكن شوية اكتر اختلاف من ستايل الكوميكس اللي احنا كنا بنجيبه. كنا دايما نجيب كوميكس ونعلق عليها وكده، بس المرة دي قررنا ان احنا نعمل حاجة مختلفة شوية. ده اللي أنا يعني كنت حابة ان انا اقوله برضو. وهي اقوال في السعادة ولكن حكماء، من حكماء او من ناس بتوع زمان، يعني حكيم ما وهادي المدرسي، وانا مش عارفه اكمل كلامي من تليفون تاني. تليفون تاني. نقول الو. الو الو، الو. ازيك يا ندى؟ تمام الحمد لله. مين معانا؟ حبيبه. ازيك يا ازيك يا حبيبه؟ حبيبه؟ انتوا عاملين ايه؟ احنا الحمد لله تمام. سمعتي السؤال يا حبيبه؟ لا معلش تعيديه تاني. اوكي، السؤال بيقول انت من الاشخاص اللي لما بتجيلهم فرصه جديده في اي حاجه بتوافق على طول ولا لا؟ وايه السبب يعني لو كان اجابتك او لا؟ طبعا الواحد بيحب يجرب كل حاجه جديده طب اصلا، ليه؟ بالذات لما تبقى حاجه اول مره، بتبقى حاجه يعني نفسه كان فيها، بتبقى حاجه ظريفه جدا. حاجه ظريفه. طب دي حاجة حلوة. حبيبة انتي متابعة حلقتنا، يعني سمعتي الجملة اللي بالمشقلب ولا لا؟ بس انا عمري ما اعرفها. ليه بس؟ يعني عشان انت اللي بتقوليها، عشان انت اللي لا بتقوليها. والله دي يعني 4 كلمات مش حوار. طب ثانية واحدة، أنا هقولها لك يا حبيبة عشان ندى بتقولها دايما بسرعة والناس ما بتفهمش منها حاجة. تمام. تمام. لوك معا معاند كتايحب. كتايحب، ده هي حتى كاتباها بخط بصي ورقة وقلم يا حبيبة، وحتى بعتيها لنا على الفيسبوك. هي بتقول لوك معا معنت كتايحب. لوك بالقاف. اوكي. لا عارفه، حتى انا لو كتبتها ما بعرفش مش هعرف يعني اظبطها. يعني تبقى عايزه وقت طويل. لا ربنا يعينكم. طب يا حبيبه يوفقكم يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي، بشكرك جدا لاتصالك. ميرسي. باي باي. تمام. انا مش عارفه، انا اكتئبت بجد من المسابقات دي يا جماعه، ما حدش عارفها ليه يعني، ودايما بنقول ليها علاقه باللي احنا بنقوله، فيعني ايا كان انا هسكت. اول مقوله في السعاده معانا من هادي المدرسي. اوكي، على فكره ده يعني من الفلاسفه والحاجات دي. تمام. بيقول فيها التعساء يتخيلون مشاكل لا حقيقه لها، ويتطاحنون مع أعداء لا وجود لهم، بينما السعداء يتعاملون مع المشاكل الموجودة وكأنها من عالم الخيال، ومع الأعداء وكأنهم محايدون. يعني اللي يفهم الجملة دي حلوة جدا، حلوة جدا فعلا. في جملة تانية من جمال الدين الأفغاني. وكان بيقول النقود لا تحقق السعادة، إنها فقط تهدئ الأعصاب أحيانا. على فكرة النقود زي ما هو بيقول مش بتحقق السعادة فعلا، ولا بتهدي الأعصاب ولا بتهدي الأعصاب. أحيانا فاهمة قصدي ايه؟ أحيانا يعني مش في دايما ممكن أقول النقود بتهدي الأعصاب، لا، لكن هو سايب لك احتمال. فاهمة قصدي ايه؟ في حسبك من السعادة ضمير نقي، نفس هادئة، قلب شريف. ماشي، عديها تاني كده. هو المفروض حسابك يعني حسابك من السعادة ضمير نقي، نفس هادئة، قلب شريف. ده مصطفى لطفي المنفلوطي. تمام. كن سعيدا وأنت في الطريق للسعادة، فالسعادة الحقيقية هي المحاولة وليست في محطة الوصول. ده هادي المدرسي. يعني اللي انا حابه ان انا اعلق على الجمله دي، لان هو بيقول ان انت السعاده في الطريق ليها، مش ساعه لما توصل لها. انت وانت عمال بتحاول توصل للسعاده، في كل شويه حاجه بتقابلك بتخليك مبسوط اكتر. يعني غير انت اول ما توصل لها خلاص انا حققت السعاده، انا مبسوط ستيل خلاص، بس كان بيقابلني حاجات تانية. يعني دي الفكره منها.
في حاجة تانية بتقول لفريدريك بريفيس: لا تتوقف السعادة على الحظ والبخت وإنما على العمل ومواصلة الكفاح. تمام، يعني طبعا أنا مش هسيب سعادتي تقف على باي لك زي ما بيقولوا أو بالحظ كده. لا، أنا هشتغل وهواصل كفاحي وكل حاجة عشان أوصل للسعادة. طيب انا في حاجه تانية بقى عن رسول كده، عشان خاطر أيوة، برضه انا بس بحب تمام. عشان خاطر انا بحب برضه اقول اقواله او احاديثه. طيب في حاجه بتقول عن الابتسامه. تمام. طبعا ابتسامة صدقة. بالظبط. وفي مقابله الاساءه بالاحسان برضه. ده آية مش كمان قول الرسول. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تمام. وفي برضو والقازمين الغيظ والعافين عن الناس. في احنا لو هنتكلم في الدين ففي ده في بحر من يعني دي حلقة قريب جدا ان شاء الله هنعملها، بس ناخد تليفون. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا؟ ندى. ايوه، مين معانا؟ نهلة. ازيك يا نهلة؟ تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام بخير، انتوا عاملين ايه؟ سمعت سؤال حلقتنا يا نهلة؟ نورك. لا انا معلش دي تاني بس سؤال الحلقة معلش. اوكي، السؤال بيقول: انت من الاشخاص اللي لما بتجيلهم فرصة لأي حاجة جديدة بتوافق عليها على طول ولا لا؟ اكيد. وفي حد يقول لا؟ ايه السبب؟ لا مش حد يقول لا او خلاص، لو في سبب ما يعني اي فرصة كده. لا طبعا اي حاجة جديدة، اي يعني واحد لما يجرب حاجة تبقى كويسة، يعني حتى لو الأسوأ ما هو مش هيبقى عارف ايه هي يعني حلوة ولا وحشة. يعني حاجة جديدة لازم واحد يجرب طبعا، بس كتغيير يعني. طبعا اكيد. تمام. طب نهلة، انت سمعتي الجملة بتاعت حلقتنا ولا لا؟ برضو زي السؤال. لوك معا معنت كتيحب، هي جملة بالمقلوب. يلا بس مش عارفة الحل اكيد يعني. تمام. طب ورقة وقلم كده يا نهلة بجد، وحتى لو بعتها لنا على الفيسبوك حاولي هنحاول يعني معايا، ما احنا قاعدين خلاص بنحاول نقلبها ناحية تانية. احنا خلاص تقريبا بنفنش يعني اسرع وقت ممكن. ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقكم ان شاء الله على كل خير. ميرسي ليكي ساره. ماشي يا حبيبتي، مع السلامة. مع السلامة. تمام. نكمل بسرعة كده آخر كام جملة. اوكي، وهي بتقول: انت لا تحتاج الى البحث عن السعادة فهي ستأتيك حينما تكون قد هيئت لها موقع اقامتها في قلبك. على فكرة الجملة دي حلوة جدا. انت مش يعني فيما معنى، هي من حكيم ما هو مش مذكور الاسم، بتقول انت مش محتاج ان انت تدور على السعادة لان هي هتجيلك بس لو يعني في مكان في قلبك مهيأ ليها. لو في مكان في قلبك انت سايبه فاضي او يعني في مكان هي السعادة ممكن تيجي تقيم فيه. انا عجباني جدا يا جماعة. استني ببساطة كده عشان انتي ان لو حاجة جديدة جاية عليك هتحقق لك، سواء هتحقق لك سعادة او مش هتحقق لك سعادة. أيوة. لازم يكون في مكان في قلبك ليها، لازم تهيئ نفسك ليها. طيب يعني دي بساطة كل اللي ندى قالته دلوقتي. بس كانت عاجباني يعني. في جملة تانية غاندي: تتوقف السعادة على ما تستطيع إعطائه لا على ما تستطيع الحصول عليه. الناس اللي يا جماعة على فكرة لو فكرت في الجمل دي بجد حلوة جدا. ندى قول لنا بقى آخر جملة. بس أنا جايبة جمل كتير، نقي براحتك. إننا نبحث عن السعادة غالبا وهي قريبة مننا، كما نبحث في كثير. عارفة النشرة؟ كما نبحث عن كثير من الأحيان عن النظارة وهي فوق على فكرة دي بتحصل النظارة وهي فوق أعيننا. ماشي. دي تلس ايه in English؟ هو لا هو اسم انجلش. تلاسيتي صح؟ تلاسيتي ده معروف على فكرة. ما انا عارفاه بس هو الاسم دايما بيبقى واقف كده. ايوه never mind يا دودو. احنا يعني عازرين هايبرتك عادي جدا. طيب في جملة أخيرة تحبي تقوليها ولا نقفل حلقتنا؟ أقول ولا غور؟
لا قولي. طيب يا لا جماعه استراليا. يا جماعه انا بس ايه، انا عايزه بس اقول لكم بغض النظر بقى عن الجمل دي والكلام ده، عايزه اقول لكم ان دايما لازم الواحد يبقى عنده تفاؤل، ولازم الواحد يكون عنده اراده، ومفيش مستحيل فعلا زي ما طبعاً. محمد عادل بيقول. لازم يعني نبقى ايه، نبقى اي حاجه عندنا ايجابيه، ما يبقاش عندنا حته السلبيه دي خالص، عشان خاطر ايه هنعرف نحقق اي حاجه في حياتنا، سواء كانت حلوه او وحشه. يكفينا زي ما احنا قلنا شرف المحاوله والتجربه. تمام، مفيش بس احسن كده. احسن من كده تفاؤل. احب اقول لكم قول نعم تنعم بحياتك، كانت لوك مان مع نت هيحب، دي جملتنا. قول نعم تنعم بحياتك. هنقفل معاكم، مش هنقفل معاكم غير بعد ما ناخد التليفونات كلها جايه في اخر الحلقه، بس ولا يهمكم. الو الو مساء الخير. مساء النور. مين معانا؟ برنامج منفتح. ايوه تمام، حضرتك على الهوا. مين معانا؟ ندى ولا ندى اللي معايا؟ الاثنين. طب انا اعتبر ان انا صديق البرنامج، يعني انا ابراهيم حافظ. ازيك يا ابراهيم، عامل ايه؟ والله بخير الحمد لله، انتوا عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. طبعا انا عارف ان انا ما لحقتش اتصل، بس علشان كنت في شغل فما صدقت ان انا خلصت. لا ولا اتصلت على طول. لا سامحوني معلش ان انا بتصل في اخر البرنامج. لا ولو ان الواحد بيتمنى ان البرنامج ده يبقى ساعتين 3، لان المده بتاعتكم فعلا قصيره، وكم الاتصالات اللي بيبقى ليكوا اكيد ما بيكفيش ان الواحد يلحق يقول اي حاجه يعني. احنا فعلا بنحاول نختصر بعض الوقت مع الناس فعلا للاسف يعني. بص هو السيزون الجديد برضو الوقت ده متراعي شويه. انا بضم صوتي لصوتكم للمخرج او المعدين او الكاست عموما اللي شغال في البرنامج كله، ان هو يزود المده ان شاء الله. اوكي، على فكره يا ابراهيم احنا ميعاد حلقتنا هيبقى من 3 ل 4 ان شاء الله. فيعني اعتقد هكون جيت من الشغل. لا طب كويس، خلاص يبقى احنا كده من 3 ل 4 الخميس الجاي ان شاء الله. التايم بتاعي، فبعد كده مش هيبقى في شغل من 3 ل 4. تمام. غير كده هو في كلمه طبعا انا عارف السؤال وكل حاجه ندى. هو في تعليق بس بسيط جدا انا عايز اقوله، ان مش الفرصه اللي هتيجي لاي شخص او اي انسانه المفروض ان هي تخوض تجربه جديده. هل هيكون في مجالها او مش في مجالها او مجال جديد عليها او ما جربتوش هي خالص قبل كده. انا بالنسبه لي واحد من الناس اما اكون متقن حاجه كويس جدا وعارف شغلها تمام وعارف ايه ايجابياتها وايه سلبياتها، ممكن افكر ان انا اخد الفرصه واعمل كل حاجه. اما بالنسبه لي واحد حاجه جديده عليا، لو هفشل في طبيعتي غير طبيعه اي حد. ممكن مثلا واحد دوت يجيله اكتئاب، يجيله ان هو لو جات له فرص اي تانية في اي وقت ممكن ما يفكرش ان هو خلاص انا جربت مره فشلت. اتفضلي. اللي هو انا جربت مره وفشلت، فمش هاخد اي فرصه تانية. بالظبط، على الاقل حتى اكون عارف ايجابياتها مثلا 50% وسلبياتها 50%. اخيرا جالي في مقوله شهيره طبعا بتتقال، يكفيك شرف المحاوله. يكفيك شرف المحاوله، طبعا ما فيش اي مشاكل في كده. لكن انا واحد زي ما قلت لحضرتك ان انا ما بحبش ان انا اخش التجربه. ممكن افشل فيها، ممكن يحصل اي خساره جامده، وخصوصا ان ممكن انا اصلا ما يكونش حمل خساره او حمل اي حاجه ممكن تحصل لي. لكن هي الفرص عموما دي حاجه كويسه جدا، لكن انا واحد من الناس ما احبش اخش فرصه بدرسها الاول كويس، اذا كنت يعني هنجح فيها او مش هنجح فيها، او على الاقل يبقى 50% و50%. لكن اصلا سمعت متصله دلوقتي كانت قالت لو جت فرصه انا اخش على طول. لا اخش على طول، حاجه جديده كتجربه جديده. يعني ايه هي الفرصه؟ ممكن اصلا يعني تضرك في حاجه، او انها مثلا تعمل لك مشاكل في حاجه. فلازم اي حاجه في الانسان او في بلدنا عموما، يعني انا ماليش دعوه باي بلد ثانيه. ايوه، في بلدنا اي حد هيفكر في فرصه لازم على الاقل يعني يكون دارسها، عارف ايه. طيب للأسف اتقطع الاتصال. فعلى فكرة يا أستاذ إبراهيم بجد أنا بأحييك عشان أخيرا جالي رأي واقف معايا شوية. مؤيد معاكي لأن أنا برضو من الناس اللي بحب أبقى دارسة كل حاجة، مش أوافق كده وخلاص. للأسف حلقتنا خلصت. خلصت حلقتنا النهاردة، ويا رب تكونوا انشكحتوا معانا يا رب. عن أي حلقات تانية. تمام. ايه تمام دي معرفش. على فكرة أنا حابة أقول لكم إن الأغنية الجاية اسمها مفيش مستحيل. مفيش مستحيل. ها قولي طيب. لنفسك. حاضر.
طيب استنونا يوم الخميس ويوم خميس وجمعة في برنامج انشكح مع ندى وندى من 3 ل 4 على راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. استنونا وبرنامج انشكح مع ندى وندى كل يوم خميس وجمعة الساعة 2 على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع.